وسام ابو علي قاعد ولا ماشي من الاهلي؟ خليك معانا لنهايه الفيديو عشان تعرف مصير القصه اللي دايره دي ايه. من بعد كاس العالم طبعا، بعد تالق وسام ابو علي في مباراه بورتو خصوصا وتسجيله هاتريك في المباراه دي، بدا بقى الكلام وبدا اللغط الكتير يعني من الصحافه المصريه والاعلام المصري ان وسام جاي له عروض، وسام مش مكمل مع الاهلي، وسام عايز يمشي، وسام وكل الكلام ده داير من بعد بطوله كاس العالم وبعد ما الاهلي خرج من بطوله كاس العالم. يعني اللعيب في اجازه والاهلي ما طلعش اي حاجه، والصحافة والإعلاميين شغالين إن وسام مش مكمل مع الأهلي. يا عم ماشي، خلينا نروح في سكة إن وسام مش مكمل. زي ما الأهلي قدر إن هو يجيب وسام، الأهلي يقدر يجيب غير وسام. وزي ما الأهلي قدر إن هو ينجم وسام اللي ما كانش حد يعرفه ولا كان محقق ولا بطولة في تاريخه من قبل ما يجي النادي الأهلي، الأهلي يقدر يجيب واحد وينجمه زي ما نجم وسام. فسواء اللاعب عايز يكمل مع الأهلي أو مش عايز يكمل، فده فدي رغبته وده قراره، والأهلي يدور على مصلحته وإن هو يقدر يستفاد أكبر استفادة مادية من اللاعب، سواء من البيع حاليا أو من إعادة البيع بعد كده. والنسبة اللي الأهلي هيحطها في العقد بتاع بيع اللاعب إن أنا باخد 10% من إعادة البيع، 20% على حسب بقى ما الإدارة تشوف مصلحتها رايحة فين. المهم إن أنا طالما هبيعه يبقى استفاد منه أكبر استفادة، مش هبيعه يبقى هو مكمل معايا في الفرقة، وعلى رغبة من اللاعب ورغبة من النادي إن اللعيب يكمل وإن أنا أقدر أستفاد منه. طيب اللاعب مكمل، وده يعني مش عارف، أنا أتوقع إن اللاعب مكمل لأن أنا لا النادي طلع حاجة رسمية بتقول إن اللاعب مش مكمل معاه، ولا اللاعب طلع حاجة رسمية بتقول إن هو مش عايز يكمل مع النادي الأهلي. وكل اللي عمال يطلع حاليا اجتهادات لا أكتر ولا أقل. فأنا مش عارف الصحافة والإعلاميين ليه مصممين إن هم يكبروا أو يفخموا في الموضوع زيادة عن اللزوم، تقريبا عشان مفيش حاجة أصلا يتكلموا فيها حاليا، فهم مش وراهم غير موضوع وسام إن هم يتكلموا فيه. وسام أبو علي مهاجم تقيل وكل حاجة، بس هو لو مش عايز يكمل مع النادي الأهلي فمفيش مشكلة ما يكملش. دي رغبته وده قراره، بس انت مربوط بعقد مع النادي، لازم النادي يوصل للعرض المناسب ليه والاستفادة المادية اللي هو شايفها مناسبة ليه ويوافق على العرض بتاعك. غير كده النادي مش هيوافق. انت نجم كبير فرقت مع النادي الاهلي في الفترة اللي فاتت ولاعيب تقيل، عندك يعني مقومات مهاجم مش موجودة عند ناس كتير، سواء الحاسة التهديفية سواء تسجيل الفاولات سواء ضربات الجزاء، مهاجم متكامل بمعنى الكلمة. فأتمنى إن وسام يكمل، طبعا مش هيكمل فالأهلي ما بيقفش على حد، وزي ما جبنا وسام هنقدر نجيب وسام. بس كده، ده كل اللي كنت عايز أقوله في الفيديو. سلام.